لو عايز تسافر دولة الدنمارك وبتدور على طريقة جديدة ما يكونش فيها مطلوب حساب بنكي والتقديم عليها مجاني وبشروط بسيطة ومتاحة لمعظم الدول العربية، يبقى انت محتاج ان انت تكمل الفيديو ده للآخر. هنعرفك طريقة جديدة لتأشيرة الدنمارك وتفاصيل التقديم عليها وايه هي الأوراق اللي هتطلب منك. بس الأول لو انت أول مرة تشوفنا وحابب تكون معانا في قلب القناة، يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعرفكم على طريقة جديدة العمل والإقامة في قلب دولة الدنمارك ولمدة 6 شهور يا جماعة، واللي بتعتبر زي عقد عمل مؤقت. والفرصة دي يا جماعة تعتبر طريقة جديدة ليك لتأشيرة الدنمارك، هتساعدك في الإقامة هناك في قلب البلد، بجانب إن أنت هتاخد راتب شهري. برضه هيتم التأمين الصحي عليك والتقديم عليها مجانا وبدون أي رسوم وبدون أي حساب بنكي، وتقدر تقدم بنفسك إلكترونيا يا جماعة. الفرصة دي وفرتها شركة اسمها تراكمان. الشركة دي يا جماعة عايزة عدد شباب يعني يكون عنده خبرة في مجال السوشيال ميديا، خصوصا فيسبوك وتويتر والانستا، ويكون عنده اهتمام طبعا برياضة الجولف للرد على اي استفسارات او الرسائل من الاعضاء او المعجبين طبعا بالرياضة ديت. فانت لو عندك خبرة في مجال العمل الالكتروني عن بعد زي ما قلنا تويتر وانستا وغيرها والفيسبوك، فانت تقدر تقدم طبعا على الفرصة ديت بكل سهولة، وخصوصا انهم مش شرطين يا جماعة سن محدد للتقديم عليها. وتعتبر معايير القبول في الفرصة ديت هنقول تعتبر من اسهل المعايير، يعني هم مش مصعبين الامور مثلا او حاطين شروط صعبة عشان الناس اللي هي مثلا تقدم عشان تضمن نسبة قبول عالية فيها. اولا كده يا جماعة ان انت يكون زي ما قلنا خبرة في مجال العمل على السوشيال ميديا اللي هي منصات التواصل الاجتماعي زي تويتر وانستا والفيسبوك، بجانب مثلا ان انت يكون معاك لغة انجليزية، تكون طبعا ماهر في اللغة التحدث والاجابة عشان لما تيجي مثلا ترد على استفسارات مثلا معجبين او طبعا المتابعين، بجانب ان انت يكون عندك شغف هنقول او معرفة برياضة الجولف. طبعا دي 3 شروط هم حاطينهم او 3 معايير اللي حابب يقدم ايه على الفرصة ديت. ان انت يكون عندك خبرة او المام بمنصات التواصل الاجتماعي، يكون عندك مثلا لغة انجليزية عشان تعرف تتواصل مع المتابعين، يكون عندك طبعا شغف او معرفة طبعا برياضة الجولف. خطوات التقديم برضو عشان لو انت حابب تقدم عليها تعتبر من اسهل الخطوات اللي انت تقدر طبعا تقدم عليها، لان انت هتقدم بنفسك، مش هطلب منك بقى ان انت تروح السفارة ولا الكلام دوت، ولا طلب منك ان انت تروح لاي حد يقدم لك. كل اللي هيطلب منك سيرة ذاتية، هيطلب منك برضو ان انت هتملى طلب اونلاين، والطلب الاونلاين دي طبعا اكيد هيكون شوية اسئلة عنك وعن طبعا اللي هي خبراتك وعن معلوماتك الشخصية. والتقديم ده يعتبر متاح يا جماعة دلوقتي، يعني اي حد يقدر يقدم عليها بسهولة. الفرصة دي طبعا قلنا هتوفر لك زي ما قلنا التأشيرة، هتوفر لك راتب شهر اللي هو 1600 يورو شهريا، هيتم التأمين عليك هناك في قلب البلد، والتقديم مش هيحتاج منك أي رسوم، يعني التقديم مجاني. وطبعا دي كل حاجة خاصة بتأشيرة الدنمارك، وأنا هسيب لكم الرابط في قلب صندوق الوصف الناس اللي هي حابة تقدم. بالتوفيق للجميع بإذن الله، ولو في أي استفسار يا ريت تنسبوه لنا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.